عارف إنك وإنت قاعد بتتفرج على الفيديو ده في ملايين النجوم فوق دماغك، نجوم بتلمع ومجرات بتتحرك ونور بيتولد من ملايين السنين. بس الغريب بقى إن كل ده مش باين. ليه؟ ليه لما تبص للسماء بالليل بتشوفها سودة؟ ليه الكون كله حواليك شكله كأنه ساحة مظلمة ضخمة؟ مع إن في بلايين النجوم المفروض السماء تكون كلها منورة، صح؟ بس الحقيقة إنها ضلمة، ضلمة سودة. وده مش بسبب غياب النور، ده بسبب أسرار أعمق بكتير. في الفيديو ده هنغوص سوا في لغز حير العلماء قرون، وهنكتشف مع بعض ليه الفضاء مظلم بالرغم من وجود كل النور ده، وهنعرف إن الظلمة اللي بنشوفها مش بالبساطة اللي بنتخيلها. خد نفس وركز، علشان إحنا داخلين على أعمق حتة في الكون. لما تبص على صور من الفضاء هتلاقي خلفية سودة تماماً، وكأن الكون ما فيهوش نور. بس الحقيقة إن في تريليونات النجوم حوالينا في مجرتنا بس، ده غير المجرات التانية اللي عددها لا يعد ولا يحصى. يعني المفروض منطقياً السماء تكون منورة بالكامل، صح؟ إنما الحقيقة عكس كده تماماً، واللي هنعرفه دلوقتي ممكن يغير نظرتك للكون كله. زمان في القرن ال19 كان في عالم ألماني اسمه هاينرش أولبرز سأل سؤال بسيط جدا بس قلب الدنيا: لو الكون لا نهائي وفي نجوم في كل الاتجاهات، ليه السماء مش كلها منورة؟ يعني تخيل كده لو واقف في صحراء وكل ما تبص حواليك تلاقي لمبة منورة، المفروض في الآخر الدنيا تنور، صح؟ طيب ليه ده مش بيحصل في السماء؟ ليه وإحنا محاطين بكل النجوم دي الفضاء حوالينا ضلمة؟ فرضية أولبرز بتقول إن لو فيه عدد لا نهائي من النجوم فكل نقطة في السماء المفروض يكون فيها نجم، وكل نجم بيبعت نور. يعني السماء كلها المفروض تلمع زي الشمس. ده حتى قالوا لو النظرية دي صح المفروض ميبقاش في حاجة اسمها ليل أصلا، يعني كان المفروض السماء تكون كلها بيضة من كتر النور. بس الواقع عكس كده تماما، السماء سودة والليل بيجي والنجوم متبعثرة كأنها نقط في بحر من السواد. وده خلى العلماء يقفوا ويعيدوا حساباتهم. هل معنى كده إن فرضية السماء المنورة غلط؟ ولا في حاجة أعمق بتحصل وإحنا مش شايفينها؟ وده اللي بيقودنا لباقي الرحلة لما نفهم الكون نفسه بيعمل إيه. تحب نزود جزء تاني كمان أو تراجع أي جزء معين؟ بعض الناس فكرت وقالت يمكن النجوم مش كفاية. لا، ده غلط. النجوم عددها خرافي، وفي منها اللي أكبر من شمسنا ب100 مرة. طب يمكن النور مش بيوصلنا؟ برضو لأ، النور بيوصل وبنشوف نجوم على بعد ملايين السنين الضوئية. يعني النور موجود، بس فين بيروح؟ وليه مش منور السماء كلها؟ هنا العلماء قالوا استنوا كده، في نقطة ناس كتير ما خدتش بالها منها. الكون نفسه بيتمدد، يعني النجوم البعيدة جدا بتبعد عنا بسرعة رهيبة، لدرجة إن نورها بيتحول من الضوء المرئي للأشعة تحت الحمراء أو الميكروويف. إحنا مش بنشوف الأشعة دي بعيننا، فبنفتكر إن مفيش نور، لكن هو موجود بس اتغير. يعني ممكن تبقى شايف حتة في السماء ضلمة وهي في الحقيقة مليانة موجات ضوئية إحنا مش بنشوفها. كمان في حتة مهمة، مش كل النور لحق يوصل لينا، فيه نجوم نورها لسه في الطريق ولسه ما وصلناش، لأن عمر الكون حوالي 13.8 مليار سنة، فإحنا بنشوف قد اللي لحق يوصلنا بس. يعني النجوم اللي أبعد من كده نورها بياخد وقت أطول بكتير علشان يوصل لينا، وبالتالي مش ظاهر في السماء. تفتكر إن الكون فاضي؟ الحقيقة لأ، الفضاء مش مجرد فراغ، في حاجة موجودة حوالينا في كل حتة، حاجة صغيرة جدا بس ليها تأثير ضخم. الغبار الكوني، زي التراب اللي في الشارع، بس ده تراب كوني. جزيئات صغيرة جدا أدق من حبة الرمل ب1,000,000 مرة، بتتكون من كربون ومعادن وبلازما، وبتكون عائمة في الفضاء بين النجوم والمجرات. الغبار الكوني ده مش بس بيملأ الفراغ، ده بيشتغل كأنه ستارة سميكة شفافة، بيصد جزء كبير من نور النجوم وبيمتص الأشعة وبيشتت الضوء في اتجاهات مختلفة، لدرجة إنك لو بصيت على نجم بعيد ممكن ما يظهرش أصلاً لأن الغبار حابس نوره. في مناطق كاملة في السماء اسمها سحب الغبار بتحجب المجرات اللي وراها بالكامل، وكأنك ماسك كشاف وبتسلط نوره على حيطه مليانة دخان. الضوء بيتكسر وبيتبخر وانت تشوف ضلمة بدل النور، وده معناه إن في كمية مهولة من الضوء حوالينا.
بس إحنا مش شايفينه، مش لأنه مش موجود، لكن لأنه محجوب، متغطي، مخنوق بالغبار. والأغرب إن نفس الغبار ده هو اللي بيشارك في تكوين النجوم والكواكب، يعني هو اللي بيخفي النور وهو اللي بيصنعه. سبحان الخالق. كل شيء في الكون ليه دور مزدوج، حتى الغبار اللي بنفتكره تافه طالع هو بطل من أبطال الظلمة اللي حوالينا. عين الإنسان كمان مش مصممة تشوف كل أنواع الإشعاعات، يعني إحنا بنشوف جزء صغير جدا من الطيف الكهرومغناطيسي، وفي ملايين الموجات حوالينا من نور وأشعة، بس ما نقدرش نلاحظها. فإحساسنا إن الفضاء ضلمة ناتج من طبيعتنا إحنا، مش من حقيقة الكون. تخيل بقى لو مفارقة أولبرز كانت حقيقية فعلا، والسماء كلها منورة بنجوم على مد بصرك، كان النهار والليل ملهمش فرق، وكانت الحياة على الأرض مستحيلة تقريبا. بس سبحان الله، الظلمة دي جزء أساسي من وجودنا. الفضاء مش ضلمة علشان مفيش نور، هو ضلمة علشان إحنا مش شايفين النور كله. دي دعوة إنك تفتش دايما عن الحقيقة، حتى لو اللي قدامك بيقول العكس. وكل ضلمة ممكن تكون وراها نور، بس محتاج تبص بزاوية تانية. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، وشاركه مع حد بيحب يسرح في الكون.